مرة تانية يا جماعة. في النهاردة بقى هنخش في الجد. هنتكلم عن الأمان، وتحديداً إزاي نتحكم مين يقدر يوصل لإيه بالظبط. السؤال ده مهم جداً. خلاص الشبكة بتاعتنا شغالة والأجهزة كلها شايفة بعض، بس هل ده معناه إنها آمنة؟ طبعاً لأ. هنا بيجي السؤال الأهم، إزاي بقى نتحكم مين مسموح له يوصل لإيه؟ تيل سكيل بيقدم لنا حلول قوية قوي للموضوع ده. يلا بينا نتعمق فيها. طيب دي خريطة الطريق بتاعتنا النهاردة. هنبدأ بالمشكلة الأساسية في أي تيلنت جديدة، بعدين هنتعرف على الأدوات السحرية بتاعتنا ال ACLs والتاجز، وهنطبق ده عملي عشان نعمل بوليسي محترمة. هنخطف بصة سريعة كمان على حاجة أحدث اسمها جرانتس، وفي الآخر خالص هنلم كل المصطلحات المهمة. تمام. أول قسم معانا، أي حد فينا بيعمل تيلنت جديدة لازم يعرف إن تيل سكيل بيبدأ معاه بسياسة بسيطة جدا. هدفها الأول والأخير هو السهولة، إن كل حاجة تشتغل بسرعة مش الأمان. يعني إيه؟ يعني ببساطة الوضع الافتراضي هو إن أي جهاز على الشبكة بتاعتك يقدر يكلم أي جهاز تاني. ده بيخلي التجربة الأولانية سهلة وسريعة، بس طبعاً من ناحية الأمان دي كارثة ولازم نغيرها. بصوا كده على السطر ده، هو ده القانون اللي بيحكم الشبكة كلها في الأول، بسيط لدرجة تخوف. شايفين SRC اللي هي اختصار Source جنبها نجمة، ودي ST اللي هي Destination جنبها برضو نجمة. ترجمة الكلام ده إيه؟ إن المصدر SRC ممكن يكون أي حد ستار، والوجهة دي ST ممكن تكون أي جهاز على أي بورت ستار ستار. يعني بالبلدي كده كله مفتوح على كله. دي القاعدة اللي احنا لازم نغيرها. طيب إزاي بقى هنقفل الدنيا دي ونخليها آمنة؟ محتاجين حاجتين أساسيتين. أولاً كتاب قوانين جديد للشبكة، وثانياً بطاقات تعريف أو ليبلز نلزقها على أجهزتنا. كتاب القوانين ده هو اللي بنسميه Access Control Lists أو ACLs. فكروا فيها كأنها الدستور بتاع تلنت بتاعتنا. هو ملف واحد بس مركزي بنكتب فيه كل القواعد، مين يكلم مين وعلى أي بورتات. وده بيغنينا عن إننا نروح نعمل firewall rules على كل جهاز لوحده. الموضوع كله مركزي ومن مكان واحد. أما بقى بطاقات التعريف دي فهي التاجز، ودي فكرتها عبقرية. بدل ما أتعامل مع الأجهزة بأسمائها أو بالآي بي بتاعها، أنا بدي لكل جهاز تاج بيوصف وظيفته. يعني مثلا بدل ما أقول سيرفر ويب 1 يكلم سيرفر داتابيز 5، لأ، أنا بقول أي جهاز واخد تاج فرونت أند يقدر يكلم أي جهاز واخد تاج داتابيز. شايفين الفرق؟ لو ضفت 10 سيرفرات فرونت أند جديدة مش محتاجة أغير القاعدة، مجرد أديهم التاج وخلاص. مرونة رهيبة. والمنطق وراء أي قاعدة ACL بسيط جدا ومباشر. عندنا 3 حاجات: المصدر أو السورس اللي هو مين بيحاول يتصل، والوجهة أو الديستنيشن اللي هو بيحاول يتصل بمين، وأخيرا الأكشن اللي هو هل نسمح بالاتصال ده ولا لا. بسيطة كده. حلوة قوي. كده فهمنا الأدوات اللي في إيدينا ACLs وتاجز. يلا بينا بقى نطبق الكلام ده عملي. هنبني سياسة أمان من الأول خالص، وهنبتدي بأهم وأول مبدأ في عالم السيكيورتي. المبدأ ده هو المنع أولاً أو deny all. يعني إيه؟ يعني الأصل في الموضوع إن كل حاجة ممنوعة إلا ما يتم السماح به صراحةً. دي عكس السياسة الافتراضية تماماً. بنقفل كل الأبواب وبعدين نبدأ نفتح باب بالظبط على قد اللي محتاجينه. دي هي فلسفة الزيرو تراست. طيب إزاي نطبق مبدأ المنع أولاً ده؟ ببساطة شديدة بكده، مجرد ACLs فاضية. ممكن حد يستغرب إزاي أقواس فاضية تعمل كل ده؟ في عالم تيل سكيل قائمة ACLs فاضية معناها امنع كل شيء، مفيش أي اتصال مسموح بيه. دي أقوى وأأمن نقطة بداية ممكن نبدأ منها. من هنا أي حاجة هنسمح بيها هتكون عن قصد وبقرار مننا. تمام، قفلنا كل حاجة. أول حاجة محتاجين نفتحها، ودي حاجة منطقية جدا، هي إن كل واحد فينا يقدر يوصل لأجهزته هو. يعني أنا أقدر أوصل لللابتوب والموبايل بتوعي اللي على التلنت. وهنا بقى بتظهر قوة حاجة اسمها Auto Groups. بصوا على القاعدة دي، المصدر source هو Auto Group Member، ده اسم جاهز معناه كل أعضاء التيلنت. والواجهة DST هي Auto Group Self، ودي كلمة سحرية معناها الأجهزة اللي تخصني أنا. فالقاعدة كلها على بعضها بتقول اسمح لأي عضو إنه يوصل لأي جهاز هو يملكه. قاعدة ديناميكية وذكية جدا. حلو جدا، كده كل واحد بيعرف يوصل لأجهزته. الخطوة التانية، ودي مهمة قوي في أي بيئة إنتاجية، هي إننا نسمح للسيرفرات تكلم بعضها. خلينا ناخد مثال كلاسيكي.
سيرفرات الفرونت اند محتاجة تكلم سيرفرات الباك اند. وهنا بقى هنستخدم التاجز اللي شرحناها. القاعدة بتقول إن المصدر SRC هو أي جهاز واخد تاج front end، والوجهة DST هي أي جهاز واخد تاج back end. يعني كده أي سيرفر ويب يقدر يكلم أي سيرفر قاعدة بيانات. بس خدوا بالكم، القاعدة دي في اتجاه واحد، الفرونت اند يقدر يبدأ كلام، لكن الباك اند ما يقدرش يبدأ كلام مع الفرونت اند. هو ده بالظبط مفهوم المايكرو سيجمنتيشن. طيب سؤال مهم، إزاي السيرفر بياخد التاج ده أصلاً؟ هل بنكتبه في ملف ال ACL؟ لا، التاج بيتم إعلانه من الجهاز نفسه. يعني بنيجي على السيرفر بتاعنا وبنكتب الأمر ده وقت ما بنعمل لوجن، بنقول لتيل سكيل يا تيل سكيل الجهاز ده لما يدخل الشبكة أعلن إن التاج بتاعه هو تاج فرونت إند، وبكده القاعدة اللي كتبناها بتطبق عليه بشكل تلقائي. ربطنا بين السياسة النظرية والتطبيق العملي. لحد هنا إحنا عملنا شغل عظيم، بنينا سياسة أمان قوية جدا باستخدام ال ACLs والتاجز. بس زي أي تكنولوجيا تيل سكيل دايما بيتطور، وفي نظام أحدث للتحكم في الوصول ظهر اسمه جرانتس. خلينا ناخد نبذة سريعة عنه عشان نبقى عارفين المستقبل رايح فين. النقطة المهمة هنا إن تيل سكيل نفسه بينصح باستخدام جرانتس لكل البوليسيز الجديدة. ال ACLs هتفضل شغاله ومش هتتلغي، بس كل المميزات الجديدة والتطوير هيروح للجرانتس، فمهم نبقى عارفين إن جرانتس هي المستقبل. الجدول ده بيورينا الفروقات الأساسية. أكبر فرق واللي يهمنا جدا هو إن ال ACLs بتتحكم على مستوى الشبكة بس، يعني IPs وبورتات، لكن الجرانتس بتنقلنا لمستوى تاني خالص، مستوى الابليكيشن، يعني نقدر ندي صلاحيات على مستوى التطبيق نفسه. ده غير إن طريقة كتابتها أوضح والمستقبل كله ليها لأنها هي اللي بتتطور حالياً. طيب عشان نلم كل اللي قلنا، خلينا نراجع على أهم النقط والمصطلحات. الخلاصة في كام نقطة بسيطة. أول حاجة، ابدأ دايماً بسياسة المنع الكامل أو deny all. تاني حاجة، استخدم التاجز عشان تعرف أدوار السيرفرات بدل ما تستخدم أسماء أو IPs. تالت حاجة، ابني قواعدك على مبدأ أقل الصلاحيات الممكنة، يعني افتح بس اللي محتاجه فعلاً. وأخيراً، افتكر دايماً إن ال ACLs للتحكم في الشبكة، لكن الجرانتس هي الجيل الأحدث والأقوى. ودي تجميعة سريعة لأهم المصطلحات اللي استخدمناها النهاردة عشان تبقى مرجع سهل لينا كلنا. وبكده نكون شفنا الشرح النظري لبرنامج تيل سكيل. الفيديو اللي جاي والأخير هيكون شرح التطبيق العملي، وهنلم فيه كل اللي اتقال في الفيديوهات السابقة بإذن الله. يا رب تكون السلسلة عجبتكم، وما تنسوناش بدعمك بلايك واشتراك في القناة.